اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. عسى مرحبا بكم في نهار جديد وبرا جديدة. لهنا عندي 6 كعبات عظم معاهم 200 جرام سكر، ونزيدوها عجين الفانيليا اللي خدمناها في القناة مع بعضنا. خدمناهم باش نطلعوا العظم. زدتها ملون غذائي في اللون الأحمر. زيدوها بشوية بشوية 200 جرام فرينة، تنجموا تقسموا الفرينة يعني تعملوا شطر فرينة وشطر نشا. أما لهنا عملتها كلها فرينة. ونحطوها في طبق ندهنوه بالزبدة ورشوب فرينة، وإلا كيما عملت هنا نفرش ورق الفرن ولا جناب ندهنوه بالزبدة ونحطوه على درجة حرارة 180 درجة تقريبا 25 30 دقيقة، ونجموا نجربوها بالعود شش تاووق كيما عملناها قبل في القناة. لهنا عندنا كريم باتيسير باش نحضروها، عندنا نص لتر حليب نجموا نقسموه على 2 كمية هذه، 7 أصفر عظم، 130 جرام سكر نخدموهم بالباهي، ومن بعد نزيدهم 40 جرام نشا. الحليب سخون نخلطوهم مع بعضهم ونطيبوهم تقريبا دقيقتين تحضر عنا. لهنا زدت مبشور الليمون والفانيليا، عجينة الفانيليا، وزدتها الحليب وطيبتها كما قلنا الحليب سخون هنا. هنا باش نعملو خبز، كاس زيت، كاس ماء، كاس حليب، مغرفتين سكر ومغرفة صغيرة ملح، وواحدة خميرة خبز، وكعب عظم عملنا الأبيض هنا والأصفر باش نسحقولو من بعد. ولهنا باش نحضروا أكلة شامية اللي هي كوسة باللبنة. نحط مغرفة سمن ونحطوا فيها كمية من اللحم المفروم تتقلى. ولهنا عجينة الخبز نخليوها ترتاح حتى لين تتضاعف. نزيدو كمية صغيرة من البندق المحمص، ونحشيو بها كعبات الكوسة المعروفة عنا بالقرع الأخضر. نجمو نعملوها بالقرع الأخضر العادي الكبيرة، أما من مستحسن يكونوا كعبات صغار. نحمروهم في شوية زيت، مغرفة زيت وبصلة. كعب بطاطا وكعب سفناريا، وكيس ونص عدس الأحمر غسلناه. مغرفة طماطم، ومرقناها بتقريبا 5 كيسان ماء، تنجموا تستعملوا شطرها ماء وشطرها كان عندكم المرق متاع الدجاج. عندنا كعيبات فراولو باش نعملوا بها الكوليس. لهنا عندنا طنجرة فيها ماء سخون يغلي، فيها حطينا مغرفة ملح وحطينا القرع اللي قليناه في الماء مدة 5 دقائق حتى لين يخرج الزيوت متاعو، وبالطبيعة نخرجوه يستقطر. 150 جرام فراولو، نرحيو الكمية ونحطوها في كسرونة ولا طنجرة مع 64 ملي ماء و107 جرامات سكر محور، ونقعدوا نخلطوا فيها مدة 8 دقائق بيع النار تكون هادية. ولهنا عندنا كيلو لبنة عديناها على الصفاية، وزدناه كيس حليب اللي هي 100 ملي، 2 مغارف ونص نشا، و200 ملي كريمة الطبخ. نرحيو الكمية الكل بالبرا مكسور، ونحركوا باستمرار حتى لين تغلي معانا. كان حسيتوها ثقيلة زيدوها كاس ماء ولا كاس حليب، خاطر كي تبرد تجمد. وقت اللي تغلي نحط الكوسة متاعنا ونخليوها تغلي مدة 10 دقائق وتكون حاضرة للتقديم. نرجعوا الخبز متاعنا نقصوهم كويرات ونطرحوهم بيدينا ونخليهم يرتاحوا 10 دقائق. ندهنوها بأصفر العظام اللي خليناه من الأول، ونرشوها بالفحات تاع الخبز. نحطوهم في الكوشة على درجة حرارة 200 درجة حتى لين يتحمروا ويكون الخبز متاعنا حاضر.
ولهنا عندي كعبتين بطاطا مسموطين، ولهنا عندي كمية متاع كروفيت مقشرة صوتيتها مع شوية ملح وثوم وفلفل كحل في القلاية، وزدت جبن مرحي. وهنا عملت روز بالشعرية سبقت وحضرته معاكم في فيديوهات سابقة. زدتها كمية متاع أبيض عظم اللي باش تلملي الخليط، وزدتها زيتون مقصوص. وخذيت العجينة المورقة وقصيتها وحطيت فيها الخليط متاعنا، حطيناهم في الكوش على درجة حرارة 180 درجة تقريبا 15-20 دقيقة. ولهنا عندنا سيرو متاع ورد اللي هو شحور خفيف متاع ورد، زينا بالكريم باتيسيي وصبينا الكوليس اللي هي صلصة الفراولة. وبالطبيعة حتى الطبقة الثانية متاع الكعكة نسقيوها بالسيرو هذاكا. هنا عندنا كريمة شونتيلي خدمناها باش نزينو بيها من الفوق. وعملنا قطرات من صلصة الفراولة. الشوربة متاعنا رحيناها وزدناها نعناع مجفف. باش نكملو نزينو الطبق متاعنا متاع الكوسة، قلينا بندق في الزيت ورشيناه من الفوق. وهذه كانت دبرتنا، ما بقى كان نقولكم في دبار أخرى وبسلامة.